والله هو الشهيد عليه رحمة الله، أنا يعني لو إحنا بننظر للشهادة إن هو الإنسان بكثرة الصيام والقيام والحاجات ديت هي اللي بتدخل الجنة، لا مش ده، الواحد كان يستبعدها لنفسه وله. يعني الشهيد عليه رحمة الله لما استشهد أنا براجع شريط حياتي معاه، وخصوصا في ال40 يوم الأخرى، لا هو كان بيودع الدنيا بما عليها. يعني هو عمره في حياته ما كانت الدنيا دي غنيمة له، أو كان هو يعني من الناس اللي يحب لم الفلوس أو يحب إن هو يبقى صاحب حاجة كبيرة، إلا إن هو كان طيب القلب، سمح جدا، عطوف، بيسعى لخدمة الآخرين بشكل غير عادي. ده اللي الناس تعرفه عنه. يعني لو كلمت العدو قبل الصديق هيقول لك كده عن الشهيد عليه رحمة الله. أخلاق الشهيد رضا لو قلت 4 أيام مش هقول لك على الفترات، بقول لك أنا أبوه وربيته هو وأخوه تربية غالية، لأن هو اللي كنت عاملهم أب لي. كان بقول لك يقعد يلم لي 3 مجموعات في اليوم في البيت، يدي لهم، أقول له يا ابني أنت بتموت نفسك، الفلوس دي بتوديها فين؟ قال لي يابا الفلوس عند ربنا. يجيب أولاد يدي لهم درس بلاش. كل العيال الفقراء وأبوه مش قادر يجيبهم فيزياء، يشتغل مثلا من الصبح لما الساعة 12 بالليل، المجموعات ببلاش. اللي الناس ما تعرفوش عنه وانا اعرفه كزوجته، قلبه الموصول بالله عز وجل. وانا اتوقع ان هي ديت كانت سبب شهادته يعني، او سبب استشهاده. بمعنى ان هو كان سبحان الله يبقى نايم وتعبان جدا، و يعني سبحان الله ممكن يبقى قايم يوصل ل 24 ساعة ما ينامش، ولما يجي ينام يبقى سبحان الله الواحد يتقلب يمينا وشمالا كده، فيكون في ذكر سبحان الله، استغفر الله، لا اله الا الله، ننام الصبح ننام بالليل. هو كان سبحان الله قلبه يلهث ولسانه، يعني مش القلب بس، كان لسانه. فعرفت ان ده انسان موصول بالله عز وجل، مش بالصلاة والصيام والحاجات ديت يعني. فربنا سبحانه وتعالى يتغمده في الصالحين. يعني بابا كان بالنسبة لي تقريبا كل حاجة. كان أخويا الكبير، يعني أي حاجة كنت بعوزها كنت بكلم بابا فيها. احنا عشنا فترة طويلة في السعودية، ولما نزلنا هنا برضو كان متغيرش خالص. كان طيب جدا جدا، يعني بيحب يهزر كتير، مهتم جدا ان احنا نحفظ القرآن الكريم. كان بيراجع معانا القرآن، كان قريب مننا جدا. يعني يوم الجمعة كنا عاملين جلسة أسرية نقرأ سورة الكهف، نقعد نتشاور. يعني كان بيجيب لنا كتب عن القضية الفلسطينية، وإن هي مش قضية فلسطين بس، ده أمة إسلامية، وإن إحنا كلنا الوطن العربي كله جسد واحد. فكان بيحسنا على كل حاجة كويسة. يعني كان يعني ما افتكرش ابدا انه كان شديد معانا في موقف، حتى لما نعمل موقف غلط اما كنا صغيرين وكده كان دايما ينصحنا، ما كانش يتعامل معانا بعنف ابدا. يعني اخلاقه بالنسبه للاولاد ما كانش عمره ما تعامل معاه كأب. يعني انا بالنسبه لوالدي ووالدتي والكلام، لا ما تعاملش معايا. اوقات كتيره كنت انا اللي ابقى شديده، فكان يقول لي انت اسلوبك غلط مع البنات، فحاولي تبقي لينه معاهم في القول. فقلت له بس ازاي؟ قال لي هو كده، دي مش اسلوب تربيه. فكنت انا بتعلم منه يعني، ولا زلت لحد اليوم بتعلم منه، لان هو انا في قرارة نفسي ان هو ما تركناش. يمكن تركنا جسدا لكن روحه كل اقواله ان شاء الله باذن الله خالده معانا باذن الله. ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل على الظلم اللي سبب في موته، لانه هو ارتاح، ما يستاهلش الموت يعني، لأنه هو كان فضيل في الخير، وكنت تاني أبوه بس بتعلم منه الأمانة، وبتعلم منه كل شيء يرضي ربنا. هو الشهيد عليه رحمة الله كان من أوائل الناس اللي كانت مشاركة في الثورة من أولها، يعني من أول الأحداث 25 يناير. على مدى ال3 سنين أو السنتين اللي فاتهم كان على طول مليونيات، أي حشد بيحصل كان بينزل ليه على طول، بيسارع ليه. بدأ اللي هو حرق المقرات، والبلد ما بقتش مستقرة، وحسينا انها هتبقى فيها حاجة جلل يعني هتحصل. الشهيد عليه رحمة الله من أوائل الناس اللي راحت اعتصمت في رابعة. آخر أيام شهر 6 كان على طول يروح رابعة، فيه مسيرات في المنصورة، لو كان هو هنا كان يروح. كانت جات له مراقبة في الثانوية العامة في شربين، فطلع من هناك الخميس وطلع على رابعة، ورجع تاني السبت راح اعتذر، كان لسه حوالي 3 أيام يعني.
فلما اعتذر فجه بقول له انت اعتذرت ليه يعني؟ قال لي لا الميدان محتاجنا، الموضوع شكله هيحصل حاجه كبيره يعني، فلازم احنا نعمل حاجه. وبدا يتواصل مع الاخوه هنا ويقول لهم لازم ننزل باكبر عدد ممكن ونروح نعتصم في رابعه. وبدا يروح يقعد هناك 10 ايام، يجي مثلا يغير ملابسه او حاجه، وبعدين يقعد يومين يروح يشوف شغله، يمضي للمعهد بتاعه، ورجع تاني يقعد اسبوع. موجود في البلد هنا، كان بينزل على طول في المنصورة. آخر يوم هو يوم العيد ويوم الاثنين، وقال يابا أنا رايح مشوار يوم الاثنين، مسافر مصر وما عدتش شفته. رحت جبته بقى ايه لما واحد كان وياه وخد المحمول منه وهو متوضي وطالع راح يجيب الفطار عشان يفطروا في جامع، فبكلمه بقول له تفطر ويانا يا شيخ؟ ما يعرفوش. قال له والله انا ما بفطر ويا حد بس هفطر وياه. قال له اعمل حسابك؟ قال له اه يعمل حسابي. وهو بيكلمه جات له طلقه من ظهره قناصه طلعت من قدام فوقع. لما وقع هو قال ده ما فيش حاجه، بالتقى الدم جه من قدام من ورا، حط ايده من ورا من قدام يكتم الدم ما دمش. فطبعا وقع مسك البطاقه بقى لها بتاع واحد ما مش عارف، هو بقول من انتماء القنديل انما ايه ما اتعرف، هو شيع لي بتاعه وجه حضر الدفن وما عدتش شفته. كنت معاه في نفس اليوم، يوم 14/8 كنت مع بابا، بس كان فاضي يوم الأربع. يوم الثلاث كنا صايمين، كان في 6 البيض، فكنا صايمين. في يوم الثلاث فطرنا في الميدان وفضلنا صلينا هناك المغرب والعشاء وفضلنا لحد الفجر. وبعد الفجر حصل بقى كلام ان الميدان هيتفض وكده. في 8 كده كان بابا شفته صدفة يعني لما الميدان استحم من الضغط عليه، فشفته فضلت واقفة معاه لحد قبل المغرب بحاجة بسيطة. فهو وداني مسجد رابعة وهو كان رجع الميدان يعني، فانا ما شفتوش ساعة الاستشهاد. فعلى المغرب كده احنا طلعنا برا الميدان خالص لانه الميدان كان اتفض تماما يعني. فبدأنا قالوا هنروح مسجد الإيمان. فهناك في مسجد الإيمان أخ كلمني، هو عايش في مدينة نصر، صديق بابا يعني، فكلمني قال لي ان هو هيجي ياخدنا بالعربية لبيته. انا كان معايا عمتي بنت عم بابا يعني. فرحنا عنده البيت. ففضلنا قاعدين في الصيدلية تحت، فهو اخد عمتي وقال لها ان بابا استشهد وانا معرفتش ساعتها. فيوم الخميس واحنا جايين هنا يعني البلد، كان عرفت بقى من عمتي في الطريق. فانا رحت بالاسعاف واخدته في اليوم دي. رحنا ايه، واحد جاي قال لي انت هتعمل قضيه لابنك؟ قلت له. قال لي انت ابو وليد الشهيد ده؟ قلت له اه. قال لي هتعمل قضيه؟ قلت له اعمل قضيه، انا عاوز اقدر شنو وخلاص. ندى واحده كده ست شعرها ابيض قصيره كده معاها دفتر، قال لها طلعي اوراق الايه الشهيد دي. قال لي معاك البطاقه؟ اخدت معايا البطاقه. فابن بنت اختي كان هناك دكتور واقف طلع البطاقه بتاعته وعمل لي الاجراءات، حولني على مركز شرطه، والمركز شرطه حولتني على ايه مشرعة زينهم. فربنا كرم في يوم بليله قعدت هناك عما جبته. شيعوا لي بعديه قالوا انت مطلوب. اخدت عربيه واخدت ومحمي معايا وطلعت. لقيت مكتوب على الاوضه وكيل النيابه الاول في ايه في حي السابع في مصر. بقول لي انا مش هقول لك هتتهم مين. قلت له مشيع لي ليه؟ بقول لي انا مش هقول لك تتهم مين. وكيل النيابه بيقول لي انت ابو الشهيد؟ قلت له اه. قال لي انا مش هقول لك تتهم مين. قلت له مشيع لي ليه؟ اما انت مش هتقول لي تتهم مين مشيع لي ليه؟ قال لي انا عاوز اعمل قضيه وربنا فوق هو اللي هيجيب حق ابني. فقال لي طيب. قعد ياخد سؤالي وقال كده، ولما خلص سؤالي قال اتهم مين؟ اتهم السيسي ومحمد ابراهيم والبلاوي. انا قلت له على 4 انهار اللي هم والجيش والشرطه. فجي ما كتبش الكلام الاخير. ففي محامي بص قال له يا بيه انا قاعد جنبه على كرسي والمحامي واقف قبل مني وواحد بيكتب عنده. قال له يا بيه كلام ابو الشهيد ما اتكتبش. قال له ما اتكتبش ازاي؟ فبقول له اللي وراه انت ما كتبتش ايه؟
قال له أقواله الأخرانية، كتب كل الكلام ما عدا الأخرانية. فوكيلنا بقى قال له اكتب. قلت له والله إن كتبنا وما كتبتش ربنا اللي قال لي يا حاج مش كل الشهيد اللي احنا هنسيب حقه. الورق بتاعك هيتحول عندك في المحافظة بتاعتك وهتاخد حق ابنك. قلت له حق عند ربنا. لما عرفت ان بابا استشهد، لما عمتي قالت لي كانت هي شافته في المسجد وراحت مسجد الإيمان، شافت الجثة، فأنا ما شفتهاش. قلت لها انت ما خلتنيش اشوفه ليه؟ والله انا مبسوطه، انا بقيت بنت الشهيد، انت ما خلتنيش اشوفه ليه؟ انا مش هزعل، انا مش هعيط خالص. هو يعني الفراق حاجه صعبه جدا، وهو ده يمكن اللي بيخلينا نبكي لما نفتكر مواقف معاه او نفتكر حياتنا معاه، حياتنا كلها اللي عشناها معاه. لكن ده احنا مبسوطين جدا انه يعني مين كان يتوقع ان احنا ننول الشرف ده. احنا لابد وحتما هنتقابل ان شاء الله باذن الله في الجنه. يعني هو الفراق بس هو اللي ممكن يبكينا، لكن احنا صامدين ان شاء الله وصابرين. والله هو لو الرؤية، هو الشهيد عليه رحمة الله ما بيفارقنيش خالص. يعني أنا بحس إن هو في أوقات كتيرة جدا، وبالذات لما يكون الواحد مشتاق له جدا، أحس إن هو داخل من البيت بمنظره بهيئته، العرق بتاعه على طول بيجي لي في حاجات حياتية، يعني المواقف اللي احنا كنا عايشينها مع بعض. يعني الرؤية لا كتير، الرؤى كتير جدا ناس حكوا لي عليها. جاني قال لي يابا ما تزعلش. انا قلت لك يابا انا هستشهد، ما تزعلش عليا لان انا هستشهد. قلت له غصب عني لا. قال لي لا انا زعلان منك ان انا قايل لك اني هستشهد، فاللي انا عاوزه ما تزعلش، انا اروح الجنه يابا ما تزعلش. انت زعلان ليه؟ انا قلت لك قبل ما استشهد ان انا هستشهد، لان اللي بيعمل خير في البلد وطيب هو اللي بيموت. ما ماتش واحد حلو ابدا، وحش ابدا. ما ماتش واحد وحش ابدا، كل اللي بيموتوا عارفين ربنا. وما اقدرش اقول لك، لو قعدت اقول لك 3 ايام على الخيرات اللي ابني كان بيعمل لي مانيش هقدر، مانيش موفق بالكلام. فخلاص عند ربنا، سبحان الله ونعم الوكيل، سبحان الله ونعم الوكيل. هوجه رسالة للسيسي. يعني صراحة أنا ما فيش كلام يوصف يعني هذا السفاح. يعني أنا لسه عايزة أفهم هو ليه بيقتل وبيعمل، هو مش متوقع إن في حساب في الآخرة. إحنا إن شاء الله هناخد حقنا من السيسي، والقضية مش قضية بابا بس، ده قضيته هو وآلاف زيه كتير. فإن شاء الله هناخد حقنا، لو مش في الدنيا هيبقى في الآخرة بإذن الله. أقول لعبد الفتاح السيسي حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. أسأل الله عز وجل أن يجعل كل نقطة دم سالت من أول ثورة 25 يناير في الوطن العربي والإسلامي كله في ميزان سيئاته. أنا بقول للسيسي لو أنا شفته هجيب مصارينه بحنكي، مش بإيدي، بحنكي أشدها بحنك ومصارينه وارميها للكلاب. السيسي واللي وياه كله، أي واحد منهم يدير. وأنا لو أقدر أجيب حق ابني والله أجيبه وأموت في ساعتها، اجيب حق ابني واموت في ساعتها. رسالتي لوالدي يعني فعلا وحشتني جدا 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 صراحه، وبس انا مبسوطه جدا. يعني انا في يوم استشهاد بابا كان يوم عيد ميلادي، يوم 14/8. فيوم الثلاث كنت بقول له بابا عيد ميلادي بكره، فقال ان شاء الله هجيب لك هديه جميله جدا مش هتتوقعيها. في يوم الاربع فعلى سبيل الهزار يعني، فبقول يعني هو اساسا مش جاي يفضل الميدان الا يوم عيد ميلادي، قال لي عشان اجيب لك هديه حلوه. انا فعلا ما ادركتش الهديه الا بعد ما هو استشهد، وهديتي كانت فخر ان انا ابقى بنت الشهيد. قال له الف رحمه تنزل عليه، والعلم الف رحمه تنزل عليه ويعوض عليه في عياله، يعوضني في عياله. هو مع ولدي واحد و4 بنات، ربنا يعوضني فيهم. بس هقول اكتر من كده ايه؟ ولو اني هعمل ما اقدرش اقول اكتر من كده، ان انا اقول ايه هاني؟ اقول ربنا سبحان الله ونعم الوكيل، حرق قلب امه وقلبي عليه. بقول له يشهد ربنا ان انا بحبك ليوم الدين الى ان نلتقي، وعلى الضرب مكملين، وفراقك يعني يدمي قلوبنا، الا ان احنا سبحان الله العظيم يعني انت كنت حريص علينا في الدنيا ان انت تعيشنا مستورين.
حريص علينا في الآخرة برضو إن أنت تأخذنا بيدك. فيا ريت يعني إن شاء الله بإذن الله نجد منتظرنا إن شاء الله بإذن الله.